اقوى مسلسل هينزل الفتره اللي جايه محدش ينفع يفوته هو مسلسل الفرنساوي، مسلسل ذا فرنشمان. هو يانجو بلاي اوريجينال، معمول على منصه يانجو بلاي، عامله زي نتفليكس اوريجينالز، يانجو بلاي اوريجينال. مشكلته الوحيده بس ان هو هيبقى 10 حلقات بس. بطوله عمرو يوسف، وبيتكلم عن محامي، هو محامي لامع متهم بالقتل، بيحاول على مدار الحلقات كلها يثبت براءته. انا طول الوقت الفتره اللي فاتت دي كلها دايما مستني اشوف عمرو يوسف في دور محامي، بحسه نافع كده ان هو يبقى محامي وطالع كده بيدافع عن نفسه وبيترافع. المسلسل هيكون فيه نجوم كتير قوي، منهم عمرو يوسف وجمال سليمان وسوسن بدر، وهو من اخراج ادم عبد الغفار. فكرة ان لسه لحد دلوقتي ما نزلوش ريليز ديت، يعني احنا مش عارفين هينزل امتى، ولكن هو من المسلسلات اللي اسمهم بوست رمضان، المسلسلات اللي بتنزل من بعد رمضان. قولوا لي بقى في الكومنتس انتوا ايه رايكم عن المسلسل ده، وشفتوا الاعلان بتاعه ولا لا؟ لان الاعلان بتاعه مشوق جدا. انا اللي شدني للمسلسل ده بصراحه حاجتين، عمرو يوسف والاعلان، بالذات كمان احداث القصه اللي رايحه اتجاه الكرايم. انا بحب الحاجات الكرايم جدا جدا، يعني انتوا لو عايزين تعرفوا مني مسلسلات الكرايم كلها، منهم الهوليوود ومنهم المصري، فاسالوا لي في الكومنتس، انا هعمل لكم فيديو عن احسن توب 10 كرايم تي في شوز ممكن تشوفوها في حياتكم. ده لو عايزين اكتبوا لي في الكومنتس واخد كومنت منكم.